عزيزي المشاهد، تخيل معايا نهر من أطول أنهار العالم بيفيض على الأراضي من حوله من وقت للتاني، وبيرمي طمي على الأراضي الزراعية من جنبيه، خلاها خصبة جدا، فبقى في وادي ودلتا حاضنهم صحراء وجبال. تفتكر بقى أنا بوصف أي دولة؟ أيوة بالظبط كده، هي مصر، بس مصر قديما بفضل الموقع الجغرافي المتوسط ووجود مواد أولية ونهر نيل بيجري وأرض زراعية ووادي مستقيم وصحراء حامية ومناخ معتدل. اتكونت حضارة مصرية قديمة بطابع استقرار واستمرار وتطور مستمر. الموضوع في الأول مجرد مسكن قريب من مصدر المياه، بعد كده الوضع اتطور وبقى لازم يكون قريب كمان من طرق المواصلات البرية والنهرية، ولازم يكون سهل الدفاع عنه ضد أي اعتداء خارجي. الزراعة كمان اتطورت من مجرد التقاط للنباتات إلى محاولة زراعتها إلى محاولة استحضار نباتات جديدة من الخارج زي القمح اللي تم استحضاره من غرب آسيا. أما بالنسبة للحيوانات فكانت الأغنام بجميع أنواعها معروفة للإنسان المصري في العصر الحجري الحديث. أما الحمار لم يتم التعرف عليه إلا في عصر ما قبل الأسرات. الجمال كانت معروفة في الصحراء ولكن ما انتشرتش إلا في العصر البطلمي، والحصان كذلك اللي دخله كان الهكسوس. المصري القديم بعد احترافه للزراعة اتجه للعمران والتجمع في قرى صغيرة، ومع مرور الوقت بقت قرى كبيرة اللي تحولت لمدن وأقاليم ومقاطعات، وسميت الأقاليم باسم سبات ومعناها قسم من الأراضي الزراعية. الفرق كان واضح جدا بين الصعيد والدلتا من حيث التطور العمراني. التطور العمراني في الصعيد كان ثابت غير الدلتا اللي كان تطورها متغير بسبب تحول مجرى وفروع نهر النيل وعملية استصلاح الأراضي. بعض العلماء قدروا يعملوا جدول للتوزيع العمراني على مصر، فاستنتجوا بوجود 17 مدينة كبرى و24 مركز حضاري، 29 مركز صغير، 138 قرية كبيرة. الأقاليم بدأت في الظهور في مصر، وكل إقليم له مساحته حسب منطقته وظروفه الطبيعية، وعاصمة الإقليم دي تكون الخلية الأولى للتكوين السياسي والإداري والديني. العاصمة لكل إقليم بيتم اختياره بمعايير خاصة جدا، زي مثلا أحواله الاقتصادية، استقراره الأمني، ده غير موقعه. لازم يكون القرى المحيطة بيه تكون سهل عليها الوصول ليها، إما مشي أو راكب دبته أو بالمواصلات النهرية. ده غير بيتم بناء فيها صوامع الغلال. ده معناها إن كل إقليم كأنه دولة منفصلة فعلا، بدليل إن كل إقليم له رمزه الخاص ومعبوده الرئيسي ومعبوده الحامي له والرفات المقدس بيه. عدد أقاليم الوجه الإبلي كان ثابت من الأسرة الخامسة حتى العصر البطلمي، وهم 22 إقليم، ولكن الوجه البحري كان متغير بسبب تغيير مجرى فروع النيل. عدد الأقاليم حتى الأسرة الرابعة كان 14 إقليم، وفي الأسرة الخامسة بقوا 17، وفي الأسرة ال12 كان 16 إقليم، ورجع زاد في عصر الدولة الحديثة ل18 إقليم. في الأسرة ال25 رجعوا بقوا 14، وفي الأسرة ال27 زادوا ل17 إقليم، لحد ما وصلنا للعصر البطلمي حوالي 20 إقليم. مع مرور الوقت المصري القديم بدأ يعرف المدن، وبدأ فيه مجتمع المدنية المصرية،
وأنشأت عواصم زي بوتو في الشمال ونغب في الجنوب وأيونو ومنف وإغناسيا ويثتاو وطيبة وسايس. ومع تزايد عدد المدن وتطورها طبيعي يزيد عدد سكان مصر. في العصر الحجري الحديث وصل عدد سكان مصر 250,000 نسمة، وزاد التعداد إلى 1.1 مليون نسمة في الدولة القديمة والوسطى. طبعا العدد بيقل مع الكوارث الطبيعية والحروب، ولكن في عصر الرعامسة وصل التعداد ل 12 مليون، وبعد انتهاء العصر البطلمي كان التعداد 7.5 مليون نسمة. في بعض السجلات المصرية القديمة ذكرت ان عدد السكان كان بين 2.9 ل 4.9 مليون نسمة، وده كان في فترة الأسرة 18 وال19 اللي كان في عهدهم نشاط حضاري، وكانوا بدأوا يجنوا ثمار طردهم للهكسوس. الدولة القديمة والوسطى كانت متبنية فكرة الدفاع عن الحدود، أما الدولة الحديثة فكان فكرها توسيع نطاق النفوذ والفتح في الشرق القديم وتأمين الحدود الجنوبية والغربية. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هو زيادة التواصل معهم، فأصبحت طيبة عاصمة عالمية بيجيلها الوفود والرسل من الشرق والغرب والجنوب والشمال. في بردية النصح للملك ختي الثالث أحد ملوك الأسرة العاشرة لابنه ميري كارا، كان بيحسوا فيها على إنشاء مدن محصنة على حواف الوادي وتعميرها بخيرة الرجال يسكنوها ويزرعوها ويصدوا عنها غارات أهل البادية. زي ما تعددت الأقاليم في مصر القديمة تعددت مسمى الأرض. في الدولة القديمة أطلقت كلمة تاو كناية عن مصر، وأيضا كلمة كيمت الأرض السوداء، أما كلمة بشرت يقصد بها الصحراء. في الدولة الوسطى أطلقت كلمة إترتي بمعنى البلاد، وكمان كلمة خبشوت أي الأرض القوة. في الدولة الحديثة أطلقت كلمة تمري ويقصد بها أرض الفيضان، وكلمة تانية وهي تاو كيمت الأرض السوداء. في العصر المتأخر اتغيرت الكلمة وبقت باتا إن كيمت وبتحمل نفس المعنى. أما في العصر البطلمي أطلقت كلمة بيا أي أرض المعجزات. اختلاف المسميات دي نتجت عن اختلاف انتمائهم وطريقة حبهم للبلاد. أنا حاسة عزيزي المشاهد إن في سؤال نفسك تسأله، أمال اسم مصر جه منين؟ جه من بعض المصادر القديمة وآيات القرآن الكريم. في المصادر الآشورية والكلدانية ذكر اسم مصر 4 مرات، مرة في نص للملك تجلات بلسر الثالث إنه عين حاكم على مصر، ومرة نص للملك سرجون الثاني بيقول فيها تلقيت الجزية من برعو صاحب مصر، ومرة تالتة في عهد الملك نابو بلسر وهو بيتكلم عن حملة اللي أعدها ضد ملك مصر مكاو الثاني، وقال عن مصر مات مي سير. أما المرة الرابعة مع نبوخذ نصر في عهد الملك أمازيز، وذكر في النص أما سو شار ميسير. مصر سميت في اللغة الآرامية مصرا، واللغة العربية مصرين، ويقصد بيها المكان المحصن، وده الاسم اللي ذكر 680 مرة في كتاب العهد القديم. وهنا بقى لينا وقفة. في سفر التكوين من 10/6 ذكر ان اهل مصر هم ابناء مصرين ابن حام ابن نوح،
بس في نظر المؤرخين المسلمين إن المصريين هم ساميون وحاميون. في فريق تاني بقى بيقول إن كلمة مصرين اللي في التوراة ما تدلش أصلا على مصر، ولكن تدل على الإقليم الواقع شمال بلاد العرب. ولما اتقال إن العبرانيين أقاموا في مصر كان يقصد في جنوب فلسطين أو شبه جزيرة سيناء، وإن خروج بني إسرائيل لم يحدث من مصر ولكن كان من المناطق المشار إليها. والباحث هوجو فينليكر بيقول إن كلمة مصرين من البداية ما كانتش إشارة لمصر، ولكن كان المقصود بها الإقليم اللي سماه البابليون مصر، وده يقع في جنوب البحر الميت شمال شبه جزيرة العرب. يبقى إذن نص تجلات بلسر الثالث اللي ذكرتها من شوية ما كانتش برضو المقصود بها مصر، ولكن قصد بها المقاطعة العربية في وادي مصر. نشوف بقى القرآن الكريم ذكر اسم مصر ازاي. اسم مصر ذكر في القرآن ب4 أسباب. أولها اسم مصر في سورة البقرة آية 61، وسورة يونس آية 87، وسورة يوسف آية 21 و99، وفي سورة الزخرف آية 51. تاني تسمية بالأرض ذكرت 15 مرة في سورة يوسف والأعراف ويونس والقصص والشعراء. ثالث تسمية المدينة 4 مرات في سورة يوسف والقصص والأعراف. رابع تسمية القرية، دي كانت مرة واحدة في سورة يوسف. دولة في حجم مصر وتاريخها صعب جدا حصرها في فيديو واحد، لذلك عزيزي المشاهد هقدم لحضرتك سلسلة من الفيديوهات توضح لحضرتك جوانب الحضارة المصرية القديمة، كيف